ما تجينيش القبر راني نبكي بالدموع. اليوم نارم 24 في الشهر. اليوم حضرت في الجلسة، ما تجوش تحضروا معايا وتقولوا موش بابانا، راني نبكي. ما ما تجوش لقبري، نعيط معكم سيدي رسول الله، ما تجيش لقبري، كي انت كي فاطمه كي خالتك، ما تجوش لقبري، راني نبكي. على درت عليا المحاميه في الثمنين، على ما شرياليش كسوه، كون شريت لي جلابه نروح بها لبيت الله نصلي فيها، بلا ما تنعيط معكم بالحق ما تجوش لقبري. قبري ما تجوش لي وما ترقبوش عليا، ما ترحمونيش. انا ماهيش غايضتني نموت، انا راه غايضني التعب اللي تعبتوا ليكم والغبينه اللي رقبتها ليكم. ما تجوش لقبري، انا عيط منكم بالحق ما تجوش لقبري، راني نبكي بدموع. يا ربي ما تجوش لقبري، والله ما نسامحكم، والله ما تشوفوا السمح، والله ما تشوفوا الربح. كيما عذبتوني وبكيتوني، غير تعذبتوا اكثر مني وبكيتوا اكثر مني، والله غير كشفتوا، والله يا دموع الله رايت من عيني غير خلصهم، والله ما نسمعكم في التعب اللي تعبتوا. ليا سمير وعلاه، ليا سمير دير عليا المحامية الذملين، ما تخافش الله. لهذا أيها الأخ الكريم أحذرك الحذر الشديد من عصيان الوالدين ومن عقوقهما. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث، نقول لك بالدرجة، ما كانش ذنب في الدنيا ربي يعجل العقوبة، يعني يخلص مولاه، ما يأخرلوش ليوم القيامة، يخلص مولاه هنا في الدنيا قبل الآخرة. قال عقوق الوالدين وقطيعة الأرحام.